عالم الازهر احمد هاشم البطريق اللي حضر الحلقه شدد ان الواقعه حقيقيه ومش متفبركه، وان الخلاف كان قائم فعلا قبل وبعد التصوير. اللي شفته بعينيا ان انا رحت قبل التسجيل، شفت احمد وايمان دولت موجودين، وان في مشكله فعلا والمشكله كبيره والبنت مصره. ده انا شاهد عيان على الوضع ده قبل التسجيل قبل التصوير، ان هي مصره ان الخطوبه تتفسخ وان امه ما تعيش معانا. ولما حصلت المداخله الكلام ده كان طبيعي جدا، انا شاهد عليه. انا اتفاجئت ان هي طالعه في احدى الصفحات بتقول ان انا ممثله، والكلام دوت كان تمثيل، الكلام ده مش صحيح. وانا عايزه ارد على الشيخ. تمام، احنا كنا قاعدين في الاستضافه، غرفه مخصصه للضيوف، ما قبل الحلقه وما قبل الاستوديو. تمام، الشيخ كان قاعد على ترابيزه، تمام، واحنا قاعدين على ترابيزه، كنا قاعدين بنشرب كوفي، ولا اتكلمنا ولا اتخانقنا ولا حتى قلنا اي حاجه تدل على الموضوع قدام الشيخ. ولما دخلت الاستوديو الشيخ كان قاعد في مكان وانا في مكان بعيد. فازاي يا سياده الشيخ حضرتك سمعتني وانا بقول لو مامته اصرت انا هفسخ الخطوبه؟ حضرتك سمعتها فين غير وانا بقولها مع استاذه رضوى واحنا بنسجل؟